صباح الخير، مساء الخير أصدقائي، الله يسعد صباحكم ومساكم أينما كنتم. اليوم مثل ما تشاهدون أمام عيونكم الحلوة عندنا سمك، طبعا هذا السمك خالي من العظم. راح نعمل أكلة آسيوية مع الفطر والبطاطا والخضرة، يعني هي أكلة آسيوية بس الآسيويين يقدموها ويا الرز. قبل لا نبدأ شير ولايك ويا الأهل والأصدقاء، تفعيل الجرس إذا عجبكم الفيديو حتى كل ما نزل فيديو جديد يصل لكم. أولا خلينا المقلاة على النار، خليت قليل منها من السمنة أو الزيت، شوفوا انتم من موفر عندكم. طبعا حتى لا أطول عليكم الفيديو، حضرت بصل شرائح بهذا الشكل، خليتها بالمقلاة حتى نقليها أو نشوحها. بعد أن قليناها وكسبت اللون الذهبي، نخلي عندنا مثل ما تلاحظون البابريكا أو الفلفلة، طبعا هذه قطعتها أيضا شرائح بهذا الشكل وحسب النوع اللي موجود عندكم. وعندي هنا 3 قطع من البطاطا أخذت وقطعتها بشكل عشوائي مثل ما تلاحظون. أيضا نضيفها ونقلبهم على النار بهذا الشكل ونخليهم. بعد أن نضجوا على النار، عندي هنا القليل من اللوبيا الحمراء والقليل من الفطر والقليل من البازلاء ويا الجزر، أيضا نخليهم وياهم. وعندي هنا ما يقارب نصف لتر من الماء المغلي خليتها. وعندي هنا التوابل، الزنجبيل، الكركم، الكزبرة والفلفل الأسود. هاي التوابل اللي تتطلبها هاي الأكلة. قلبناهم، مزجنا التوابل، طبعا تركتهم ما يقارب 5 دقائق على النار كلهم نضجوا سوية. عندي هنا معلقة أكل طحين، معلقة أكل نشا، أخلي لهم ماي بارد ومزجهم سوية حتى يتكون عندنا الصوص ويا هاي الأكلة مالتنا الآسيوية. طبعا أكلة مفيدة. شير ولايك ويا الأهل والأصدقاء وتفعيل الجرس إذا عجبكم الفيديو حتى كل ما نزل فيديو جديد يصل لكم. وأيضا بعد ما مزجنا الطحين والنشا خليناه فوق الأكلة مالتنا ونقلبهم سوية، تصبح عندنا الصوص مثل ما تلاحظون متماسك. تحتاج لها القليل طبعا من الملح، راح أضيف لها القليل من الملح ونخليها 5 دقائق تنسبك على النار. وبعد أن تنضج تماما، عندي هنا السمك أني كنت شويته طبعا بالفرن، نخليه فوق الأكلة مالتنا وتصبح أكلتنا طبعا جاهزة. وصحتين وهنا وعافية علينا وعليكم. أتمنى تجربون الوصفة، طبعا وصفة جدا جدا شهية ونظيفة ولذيذة. طبعا نقدمها ويا الرز وتكون الأكلة مالنا جاهزة بهذا الشكل وهذا الطبق، طبعا شيء يشهي. وإن شاء الله تجربوها على طريقتي، صحة وهنا وعافية من مطبخ المذاق المميز. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والمشاركة ويا الأصدقاء. وتحياتي لكم.